السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا سنة رابعة؟ النهاردة أول حصة من شرح منهج أليكس إزوي، والكتاب اللي بشتغل منه هو اسمه لافي، والمنهج بتاعكو اسمه أليكس إزوي زي ما قلنا. في الترم الأول أخدنا من يونت 1 لحد يونت 4، والترم ده هنبدأ من أول يونت 5. تعالوا بقى نشوف يونت 5 بيتكلم عن ايه. وقبل ما نبدأ شرح، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة ولايك للفيديو، ولو عندكم أي سؤال اكتبوا لي في الكومنتات وأنا هرد عليكم إن شاء الله. نبدأ أول حاجة بالكلمات بتاعة اليونت. عندنا أول كلمة عجلة، يعني ان فيلو. كرر معايا تسمع الكلمة وكررها معايا، اسمها ان فيلو. اللي بعده الروبوت، اسمه ان روبوت. وتعلمنا من واحنا في الترم الاول ان احنا بنحفظ الكلمة بالاداة بتاعتها، لان احنا عندنا كلمات مذكرة وكلمات مؤنثة وكلمات بتكون جمع. تمام، يبقى نحفظ الاداة مع الكلمة. يبقى ان فيلو، ان دي بتاعت المذكر، ان فيلو. روبوت. الكرة ان بالون. الجاتو اسمه ان جاتو. الساحر اسمه ان سورسيي. ساحرة شايفين بقى أول ما جينا خلينا الكلمة تكون مؤنث حطينا قبلها UNE. أما الكلمات المذكرة بتبدأ BUN. UNE بتتنطق une sorcière. هي نفس الكلمة بتاعت ساحر، بس كل اللي عملته ان انا حطيت حرف الاي في الاخر، وعلى الاي اللي قبلها قبل الار دي حطيت عليها اكسون من فوق، شرطة كده من فوق. اسمها ايه؟ une sorcière. جميل. نيجي للي بعدها une poupée. الدمية، يعني une poupée. البلي اسمه دي بيل كده. ايه دي كده جمع لانه بلي كتير واخرها حرف الاس وقبلها الدي دي ايه؟ الدي دي جمع، دي بيل. اللي بعدها أحذية التزحلق اسمها دي رولي. برضو ليه جمع؟ لأن هما اتنين، أكيد مش بنلبس فردة واحدة، فهما جمع عشان كده بتاخد الدي وآخرها حرف الأس، دي رولي. ودايما حرف الأس عندنا في الفرنش مش بننطقه، آخر حرف أصلا عادة مش بننطقه. نيجي بعد كده للفوكابيولار اللي موجودة في الجدول. حفلة أو عيد اسمها une fête، زي ما قلنا مبدوءة بيو ان اي، une fête. زميلة une camarade. بصوا الناحية التانية، عيد ميلاد اسمه an anniversaire. يبقى حفلة أو عيد، أي حفلة ممكن تبقى حفلة زواج، فرح، ممكن تبقى حفلة عيد ميلاد، فممكن نقول عليها une fête. أما عيد ميلاد نفسها اسمها an anniversaire، دي مؤنث ودي مذكر. زميلة زي ما قلنا اسمها une camarade. ده ايه ده؟ بصوا الناحية التانية نفس الكلمة زميل، بس غيرنا الأداة، بدل UNE خليناها UN. يبقى une camarade an camarade، زميلة وزميل. نيجي اللي بعدها صديقة in amie. طب صديق الناحية التانية غيرنا الأداة لليو ان وشلنا الإي اللي في الآخر، لأن لما الكلمة بتكون مؤنث بيكون آخرها حرف الإي. طب لو هي زي فوق كلمة كامراد آخرها إي أصلا، خلاص الاتنين ينفعوا. une amie وان amie. بعدها أيضا اسمها aussi، كلمة أيضا aussi. رائع سوبر. كلمتين الناحية التانية. ألعاب الفيديو اسمها les jeux vidéo. الناس les jeunes ودي جمع، أداة معرفة جمع آخرها اس. بمفرده سول. طب ايه الايه اللي ما بين قوسين دي؟ بيقولك لو عايزين نخليها بمفردها واحدة بنت، فنقول لها سول ونحط لها اي وبتتنطق زي بعض. لكي أو من أجل بور، وبعدها بنحط الفيرب في الانفينيتيف في المصدر، بور زائد الفعل. ها هو فوالا. دي كده الفوكابيولار، الأسماء والصفات المذكر والمؤنث. نيجي بعد كده للفيرب. يرقص دانسي. يأكل مونجي. يشتري أشيتي. يرتدي بورتي. يلعب جوي. يغني شونتي. يسمع écouter. يعطي donner. يشاهد regarder. ينام dormir. يريد vouloir. يشرب boire. دي كده الفيربات. خلصنا كل الكلمات. ايه بقى الأسئلة الإكسرسيز اللي قدامنا دي؟
اللي قدامنا هنا بيقول لي حط قبل الكلمة UN ولا UNE ولا هتاخد الدي، على حسب الكلمات لما حفظناها فوق كانت قبلها UN ولا UNE ولا دي، على حسب الجمع، واحنا عارفين ان الجمع بيكون اخرها حرف الاس. نيجي لأول جملة. أول سؤال بيقول جي نقط كاماراد، كده زملاء، لازم تاخدوا بالكم فيها اس، نروح نختار ايه؟ نحط اكيد هنحط الدي عشان الجمع. طب رقم 2 زوي ايه نقط إلاف. هنا كلمة إلاف كنا اخدينها في الترم الأول. إلاف دي ليها معنيين، يا إما طالب يا إما طالبة، يعني أكيد بتاخد UN وبتاخد UNE. طب أنا دلوقتي اتلخبطت، أحط أنهو يا ميس؟ هو زويدي لما أخدناها قبل كده كانت بنت ولا ولد؟ زويدي اسم فرنسي، اسم بنت، يبقى طالما بنت يبقى أكيد بنقول عليها زويدي بتكون طالبة، يبقى أحط UNE بتاعت المؤنث. نيجي الرقم 3 إلى نقط رولي، هو عنده حذاء التزحلق، رولي آخرها اس يبقى تاخد دي جمع. رقم 4 سي نقط فت، حفلة، احنا قلنا حفلة دي كلمة ايه؟ كلمة مؤنث يبقى تاخد UNE. رقم 5 سوسون نقط بوبي، عرايس، دي جمع مش دمية واحدة، مش عروسة واحدة، طالما آخرها اس يبقى هتاخد دي. رقم 6 إلى نقط أمي، كلمة أمي دي صديق ولا صديقة؟ آخرها حرف الإي تبقى صديقة يبقى تاخد UNE. رقم 7 سي نقط روبوت، أما خدنا كلمة روبوت كانت قبلها ايه؟ كان قبلها UN مذكر. رقم 8 تويا نقط بالون، بالون كانت قبلها UN برضو مذكر. سي نقط سورسيير، دي كده ايه؟ سحر ولا ساحرة؟ اللي آخرها ايه يا مس حفظتها كانت ساحرة يبقى تاخد UNE. رقم 10 جي نقط فيلو، كلمة فيلو العجلة تاخد UN. نيجي بعد كده للشوازي التاني. أول سؤال الاختيارات بقى نفس الكلام، بيختار ما بين ان ودو ودي والإن والدي. رقم 1 بتقول سي نقط بوبي، بوبي دمية عروسة آخرها إيه يعني مؤنث ومفرد يبقى تاخد UNE. رقم 2 أليكس نقط أمي، أليكس عنده صديقة، طب هي إيه؟ مفرد يعني الدو دي ما تنفعش، الدو ده رقم 2، فأنا ينفع أقول صديقتين ومش آخرها اس؟ غلط، لازم أختار حاجة مفرد. طب دي صديقة ولا صديق؟ قلنا دي صديقة يبقى تاخد UNE. رقم 3 سي نقط anniversaire، كلمة anniversaire لما أخدناها كانت أول كانت كلمة إيه؟ كانت كلمة مذكر. طب حد فاكر في صفات الملكية اللي قدامنا دول مين بتاعت المذكر؟ في الترم الأول قلنا المون بتاعت المذكر والما بتاعت المؤنث، جميل، والمي بتاعت الجمع، دي كده اللي هي بتساوي التلاتة دول كلمة ماي في الإنجليش، عايزة أقول ماي بن فبقول مونستيرو قلمي. طب هنا كلمة anniversary كانت كلمة مذكر، يعني المفروض تاخد ايه؟ تاخد مون عشان دي بتاعت المذكر يبقى تاخد مون anniversary، إنه عيد ميلادي. رقم 4 مافت ايه نقط تاخد ايه؟ كلمة مافت دي ايه؟ مؤنث، الوحيدة اللي تنفع هي كلمة سوبر. ليه بقى؟ يعني بيقول لي حفلتي كانت رائعة، كانت بتكون رائعة. طب بوتي ليه ما تنفعش؟ يعني ممكن أقول حفلتي بتكون صغيرة، ينفع عادي، ولكن كلمة بوتي دي كده مذكر، لو حطيت لها اي تبقى بوتيت كده مؤنث، وهي ما فيش آخرها اي يبقى دي مذكر، وأنا عندي كلمة ما فات مؤنث فلازم أختار حاجة مؤنث. طب جراند، ما ممكن أقول حفلتي بتكون كبيرة، نفس الكلام، لو أنا عايزة أخليها كبيرة لازم أخليها آخرها حرف الإي، فما فات تبقى جراند آخرها إيه عشان مؤنث، فدي مش موجودة يبقى غلط. طب اشمعنى سوبر؟ لأن قال لي سوبر دي بتنفع مع المذكر والمؤنث، ما بتتأنسش أساسا، ما بنحط لهاش حرف الإي في الآخر، فينفع مع الاتنين، فهي دي الوحيدة اللي تنفع. رقم 5 موا نقط جي 11 موا ايه؟ موا ينفع أحط الج؟ ازاي؟ غلط، ما الجو دي موجودة اهي، الجي أبوستروف هي الجو. طب ينفع أقول موا توا انا وانت؟ ازاي يعني؟ عندي 11 سنة؟ غلط برضو. امال مين اللي تنفع؟ كلمة أسي أيضا اللي أخدناها في الكلمات، موا يعني أنا أيضا عندي 11 سنة. جميل أوي. نيجي بعد كده للسؤال الثالث، وهنا بيقول لي طلع الكلمة المختلفة. تعالي كده نشوف أول سؤال. عندي كلمة دونسي يرقص، إن فات حفلة، جوي يلعب، بورتي يرتدي. ايه اللي تنفع؟ ايه اللي ما تنفعش في الجملة؟ سوري. كلمة دونسي فعل، وجوي فعل، بورتي فعل، دي مش أخدناهم كلهم التلاتة دول في الفيربات؟ مين الوحيدة
اللي ما كانتش في الفيربات هي كلمة une fête، هي دي المختلفة عنهم. رقم 2 un vélo عجلة، un ballon كرة، دي رولي حذاء تزحلق، un robot. ايه المختلف؟ بصوا، في الفيلو فيها يو ان، بالون فيها يو ان، الروبوت فيها يو ان. مين الوحيدة اللي غلط؟ هي دي روبوت، هي دي اللي غلط، ما هي دي, دي جمع، الباقي كله مفرد مذكر، ودي الوحيدة اللي جمع. رقم 3 une camarade ولا une amie une élève ولا rouge. انتوا اكيد فهمتوا اللعبة. دول اولهم يو ان اي يو ان اي يو ان اي، والوحيدة هنا كلمة غوج، ده اللون الاحمر، فده ملوش علاقة. هنا دي زميلة، وهنا صديقة، وهنا طالبة. رقم 4 دي جاتو ولا كومو ولا كو ولا كل. في الترم الأول أخدنا كومون دي معناها كيف أو ما، كو معناها ماذا، وكل معناها ما أو أي، ودي جاتو جاتوهات. يبقى التلاتة دول أدوات استفهام، وأول واحدة هي اللي مختلفة، جاتو اسم. رقم 5 فولوار ده فعل، افوار فعل، دورمير فعل، ومين الوحيدة؟ اون في يعني بنت، فهي دي المختلفة. نيجي بعد كده للسؤال الرابع، بيقول لي اكري ان مو سو تشاك ايماج. اكتب لي الكلمة تحت الايه، تحت الصورة. تعال نشوف. اول واحدة دي تاخد ايه؟ تاخد ان روبوت. نكتب ان روبوت هنا، سؤال سهل قوي. يبقى نشيل ان روبوت من الجملة اللي فوق. حلوهم مع نفسكم الاول، بعد كده اتفرجوا. رقم بي، لتر بي، هنا ايه؟ دي عروسة. مين اللي فوق معناها عروسة؟ اهي une poupée، يبقى نكتب هنا une poupée. جميل جدا، نشخبط عليها عشان ما نتلخبطش. اللي بعدها العجلة، يعني ايه عجلة؟ ان فيلو، يبقى هنحط هنا ان فيلو. اللي بعده ساحر، فين ساحر؟ ونشيل دي. فين ساحر؟ اهي ان سورسيي، يعني نقول ان سورسيي. اللي بعده كرة، فين كرة؟ ان بالون. واكيد مفيش غير مين اللي اتبقت؟ حذاء التزحلق ديرولي. وبكده نكون خلصنا كل الأسئلة اللي موجودة على الكلمات، خلصنا لحد صفحة 8. هنبدأ المرة الجاية إن شاء الله في الجرامير، اللي هي الضمائر الشخصية للفاعل، الجي والتو والإل والإل. أخدنا جزء منهم في الترم الأول وهنكملهم في الترم ده. وبكده نكون خلصنا فيديو النهاردة. لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا اشتراك في القناة ولايك للفيديو، ولو عندكم أي سؤال اكتبولي في الكومنتات وهرد عليكم إن شاء الله. وأشوفكم في فيديو جديد. أوروفوار.